لو انت براند بتبيع من مليون ل2 مليون في الشهر، فانت غالبا بتكون مشغل اعلانات على ميتا، وبتكون عاوز تجرب تيك توك، بس تيك توك بيديك قرايات غلط، بيجيب لك ان الرواز 20 وهو في الحقيقه بيكون اقل من كده بكتير، وبيكون واخد قرايات من ميتا. تعال اشرح لك ازاي تعرف هل البلاتفورم اللي انت مشغل عليها ادز دي هل هي اللي فعلا بتجيب لك الريفينيو ولا لا. لو نفترض ان انت كنت مشغل اعلانات على ميتا بس، والسيلز بتاعتك كانت شهريا 2 مليون، فانت غالبا بتعمل في حدود من 60 ل 70 الف في اليوم مبيعات. فلو افترضنا ان ده الواي اكسس هو الريفينيو والاكس اكسس هو التايم، فاحنا بنبدأ الشهر عادي يوم 1 يوم 2 يوم 3 لحد اخر الشهر عادي جدا. وهنا هنحط الريفينيو، خلينا نبدأ من 60,000 70,000 80 90. طيب انت كنت شغال عادي جدا على ميتا بس، واشتغلت اول 5 ايام في الشهر، وميتا كانت بتجيب لك مبيعات من 60 ل 70 في اليوم. المبيعات طبعا كانت بتتغير على حسب الديماند، فافريج اول 5 ايام في الشهر اللي هو المتوسط ده تقريبا عملوا 65,000 جنيه في اليوم. فانت لما تيجي تجرب تيك توك، وقول هنا ان انت كنت تصرف على ميتا 5000 جنيه بير داي صرف، فانت قلت انك هتست تيك توك لمدة 10 ايام وهتخليه بادجت 2000 جنيه في اليوم. بس اللي بتلاحظه هنا، فانت لو ركزت مع شوبيفاي هتلاقي ان السيلز عندك عادي بقت تطلع ل 80 وتنزل تاني ل 70، تطلع ل 80 وتنزل تاني 65 ايام كده وايام كده. فلو خدت المتوسط بتاعها، لازم تحسب المتوسط، ولنفترض ان المتوسط بتاع الايام دي كان 70,000 في اليوم. فانت لما تروح على تيك توك هتلاقي ان الريدنجز بتاعته هو بيقول لك انا صرفت 2000 جنيه في اليوم وجبت لك مثلا 20,000 جنيه زيادة، فانت تفرح وتقول الله ده تيك توك الرواز بتاعه 10، تيك توك ده جميل خلينا نكمل عليه. لكن في الحقيقة لو بصيت على الاوفرول بيكتشر هتلاقي ان تيك توك ما زودلكش السيلز بتاعتك، هتلاقيه ان هو زود السيلز الاوفرول 5000 جنيه بس. كنت بتعمل 65 تقريبا في اليوم، بقيت تعمل 70، فال2000 اللي انت صرفتهم هم في الحقيقة جابولك 5000 جنيه بس زيادة. وال5000 جنيه دول هم الروز بتاعهم تقريبا 2.5، مش روز 10 زي ما تيك توك بيقول. ودي الغلطة اللي بيقع فيها أغلب البراندز لما بتشغل على التو بلاتفورمز، بتروح تاخد الريدنجز بتاعة الريتيرن اون سبند من تيك توك، فبتفترض إن هو بلاتفورم ناجحة جدا معاهم. ده غلط، لازم تتأكد من حاجة زي كده عن طريق الاناليسز اللي أنا عملتها لك دي، أو إن أنت تروح تنزل GA4، ودي بلاتفورم تبع جوجل اسمها جوجل اناليتكس، وتفتح حاجه في المنيو هناك اسمها اتريبيوشن باث. ده هيعرفك مين بالظبط اللي جايب لك الريفينيو، وغالبا هتلاقي ان هو هنا بيقول لك ان تيك توك جايب لك 5000 جنيه زياده بس. واللي بيحصل ده مش عشان تيك توك نصاب، لا عشان احنا في مصر وخصوصا في مجال اللوكال براندز، هو اللي بيقعد على تيك توك هو الكونسيومر اللي بيقعد على الانستجرام. فهو لما بيشوف الاد على الانستجرام وبيرجع يشوفه تاني على التيك توك، فالتو بلاتفورمز بيحسبوهم ان هم اللي جايبين الريفينيو ده. وده في الحقيقه ما بيحصلش، هو بلاتفورم هي اللي بتكون قويه والبلاتفورم التانيه بتساعد. فمن الاحسن ان انت تنزل البادجت بتاعت البلاتفورم التانيه دي، تخليها بدل ما هي 2000 تخليها مثلا 500 جنيه، بحيث ان انت بس تكون متواجد على البلاتفورم. بس كده، شكرا، وقولوا لي لو عايزين فيديوهات من دي كتير جاي.